زينت راس الشاحن بصلصال فوم ودي كانت النتيجة. بجد عجبني قوي قوي صلصال قوي. فوم. صلصال فوم، صلصال فوم، صلصال فوم. واهلا بيكم في سلسلة 100 فكرة بصلصال الفوم، واللي هقسمها كل فيديو 10 افكار بس عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. ودول اول 10. بس قبل ما ابدا لازم اعرفكم بسرعة ايه هو صلصال الفوم. ده هو مختلف تماما عن الصلصال الحراري وعن عجينة السيراميك وعن السلايم. الباكت بيجي فيه 12 لون، بيكون سهل قوي في التشكيل، وبعد ما نشكله بنسيبه ينشف لوحده حوالي يوم. واقرب وصف لملمسه بعد ما ينشف هي سفنجة المواعين. تحذير: محدش يسيب الكيس مفتوح لانه بينشف بسرعه. الاول من 100 فكره بصلصال الفوم. الجراب ده بسيط قوي وشكله مش عاجبني، يلا بينا نزينه. قسمت 5 قطع قد بعض وبعد كده كورتهم بالشكل ده. اهم شيء ما يكونش فيه واحده كبيره وواحده صغيره لان بيكون شكلهم مش حلو ومش متناسق. وبعد كده لزقت الكور جنب بعض بالشكل ده عشان اعمل ورده، والكوره الاخيره هتكون بلون مختلف ويكون لايق مع اللون الاحمر. حطها عليهم من فوق وبكده اكون عملت ورده شكلها حلو قوي وسهله وبسيطه. هعمل بنفس الطريقه كذا واحده ويكونوا بالوان مختلفه. حطيتهم كده بشكل عشوائي عشان اشوف فاضلي كام ورده، وما حبيتش اكتر عشان اعرف امسك الجراب بعد كده. ولو حابين ممكن تقللوا حجم الورد. حسيت محتاج شوية تفاصيل مش عارفة ايه هي فعملت دي. بس كده، اتمنى تكون الفكرة عجبتكم وما تنسوش تشتركوا عشان تشوفوا باقي الافكار. التاني من 100 فكرة بصلصال الفوم. هنعمل التحفة دي، حرفيا شكلها خطير. دمجت الاسود مع البني عشان يطلع للدرجة دي. بعد كده هنعمل كورة بالشكل ده ونضغط عليها بكتاب عشان تبقى مظبوطة. هنسيبها على جنب بقى وهنعمل كورة تانية ونلفها بالمسطرة بالشكل ده. طولوا بالكوا عشان هنعمل الحركة دي كذا مرة. بعد ما عملت منها 2 هنلفهم على بعض بالشكل ده وهنلفها على الدايرة اللي عملناها في الأول. هنفضل نعمل منها كذا واحدة لغاية ما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده هنعمل 3 دواير ودول هيكون الورد. وباللون الأصفر هنعمل كور كتير. لا بهزر، هنعمل 6 بس. وعشان لازم نجرب السكينة اللي جاية في الكيس مع الصلصال فعملت بيها الخطوط كده عشان تبقى وردة عباد الشمس. بس كده. بصوا الجمال، بصوا الشياكة، بصوا الحلقة. التالت من 100 فكرة بصلصال الفوم. المرة دي الفكرة مختلفة شوية ومش أي حد هيعرف ايه ده، بس اللي هيعرف يكتب لي في التعليقات واللي هيقولها صح هحط اسمه في الفيديو الجاي. أخدت جزء من اللون الأبيض وكورتها بالشكل ده وده هيكون الجسم. حطيتها على العلبة دي عشان خاطر أعرف أشكلها براحتي. وبعد كده عملت كورتين صغيرين قد بعض وبرمتهم شوية ودول الرجل. لزقتهم كده من تحت. هعمل بقى الايد بنفس الطريقه بس هرفعها شويه من فوق. بعد كده هلزقها في الجنب بالشكل ده. نيجي لاكتر خطوه صعبه شويه وهي الكور دي. هنعمل كور صغيره خالص وهنمسكها بالملقاط ونلزقها بالشكل ده. نحط 3 بس في الجنب ودي هتكون الصوابع. وهنعمل كوره تانية للراس وهنحطها من فوق بالشكل ده. فين الاداه اللي بتيجي مع صلصال الفوم دي؟ هنعمل بيها فتحتين كده، نحط فيهم كورتين سود وخط في النص، وهنعمل القلب الصغير الكيوت دوت وهنلزقه في الجنب. صلصال الفوم بيلزق لوحده، مش محتاج اي غيره او اي جلو عشان يلزق. اخر خطوه هعلق البتاع اللي مش عارفه اسمها ايه دي وهتبقى كده ميداليه. فلاتوا مني كتير قوي اعمل لكم فانوس رمضان من صلصال الفوم، وانا بقول لكم من عينيا الاتنين. يلا بينا نشوف الطريقه. بس المره دي طلبت ان الذكاء الاصطناعي يتخيل لي الشكل وانا هنفذه. وزي ما انتوا شايفين بعد ما كورتها وبرمتها بالمسطره اللي تعباها معايا طول الوقت، بستخدمها في التصوير وفي التقطيع وفي ضرب الناس اللي بتضايقني. لا ثانيه، بهزر، انا طيب ومش بضرب حد. حاساها قلبت على مارشميلو قوي. يلا بينا بقى نحط عليه الشوكولاته، اقصد القاعده بتاعه الفانوس. خدت جزء وكورته وضغطت عليه بالمسطره وبكده. يو، هو انا ليه شايفاها كوكيز ولا انا اللي جعانه؟ ودلوقتي هحط المارشميلو على الكوكيز. يلا بينا بقى نعمل سقف الفانوس. قسمت 5 قطع متساوية وعملتهم دواير. انا بجد ما كنتش عارفة اعمل الكورة اللي فوق دي ازاي، بس حاولت اخترع الطريقة وعملت حاجة شبه مثلث من فوق ودايرة من تحت. عملت كل الكور بنفس الطريقة دي. بعد ما عملتهم كلهم بدأت ألزقهم من الحروف بتاعتهم جنب بعض بالشكل ده. حسيتها قلبت وردة، حاولت اقفلها بالراحة كده وضمتها من تحت بس ما قفلتهاش بشكل كامل وحطيتها على المارشميلو اللي احنا لسه عاملينه. عملت كورة صغيرة وحطيتها فوق، وعملت كورة تانية بلون مختلف ولكن بططتها شوية وحطيتها فوقيها، وعملت قمر صغير كده وحطيته من فوق. بقى للشبابيك بتاعة الفانوس عملت مستطيل، عملت 3 بس، وبعد كده حطيت عليهم غيرة، والغيرة ده عشان احط عليه جليتر من فوق. صلصال الفوم في العادي بينشف لوحده ولكن هنا كان نشف شوية فعشان كده بدأت ان انا الزقه بالغيرة.
طب الاداه اللي جايه مع صلصال الفوم، بدات ان انا اعمل فتحات صغيره تحت عشان احط فيها كور صغيره باللون اللي مش عارفه اسمه ايه ده. ودي الصوره اللي قلدت منها بعد ما حطيت التاتش بتاعي. طبعا حاسه لسه في افضل من كده، ولكن قيموه برضو من 1 ل10. وكان معكم فيديو برعاية الذكاء الاصطناعي وتدخلنا ده. لعشاق الفضاء والجالاكسي الفكرة دي هتعجبكم جدا، حرفيا دخلت قلبي. وده الجزء الخامس من 100 فكرة بصلصال الفوم. نجري بسرعة على برطمان العسل القديم اللي في البيت ايه، لحظة بس، مش عارفة ازاي تجيبوا اصلا عسل وانتوا موجودين. هتجيبوا اي الوان شايفينها حلوة وتكون لايقة على بعضها. هتاخدوا حتة من كل لون وشوفوا ايه اللون اللي عايزين يظهر اكتر وزودوه. هنبتدي ندمجهم مع بعض ولكن مش قوي عشان الالوان تبان. ومن غير اي لزق على طول كده هتفردوا العجينة كلها على البرطمان، وحاولوا تفردوها كويس. ولو العجينة طلعت قليلة ببساطة اعملوا عجينة تانية وزودوها. جبت التايهنة تقريبا. وطبعا هتطلع مش متساوية، عشان كده هنبتدي نعملها معاملة رغيف العيش. وعلى اي فايل او كيس بلاستيك ابتدوا ساووا الاطراف زي ما انا بعمل كده. نيجي بقى للتاتش السحري واللي مش فارق اصلا، وهو الجليتر. او اكتبولي في التعليقات بصراحة لو وجوده فارق ولا مش فارق. وعشان احنا ناس بتحب تهتم بالتفاصيل فمش هننسى نساوي الاطراف من فوق كويس جدا. واحلى حاجة ان الصلصال لسه طري، وعشان اداري ان برطمان داريته من فوق بالخيط. بس كده، اتمنى تكون الفكرة عجبتكم. وده الجزء السادس من 100 فكرة بصلصال الفوم. اخدت حتة من الفوم الاصفر وكورتها بالشكل ده، قطعة تانية زيها سودا وهنلفها بالمسطرة بالشكل ده. هنرجع نرفعهم تاني اكتر لغاية ما نوصلهم للحجم اللي يناسب الكورة الصفراء. اظن بدأتوا تعرفوا هي ايه. ابدأوا خمنوا واكتبولي تحت في التعليقات شايفين ممكن تبقى ايه. كان نفسي قوي اجرب الادوات اللي مع الصلصال، فعملت حفرة للعين بيها وحطيت جواها كورة سودا. ويا سلام لو خرزة صغيرة. اوقات مش باخد بالي وبلاحظ بعد ما اخلص ان انا كنت بصور بره كادر الكاميرا اصلا. عملت بق قد النمنمة كده، وبعدين حطيت على العيون كورة صغننة بيضة، واخيرا عملت لها الجناحات. عشان نعملها ميدالية ففي حاجة بتكون شبه المسمار كده وبتتباع عند محلات الخرز، وعشان نتأكد ان هي لزقت كويس بنحط عليها غيرة وبنحطها في نص الحاجة اللي بنعملها. تيجي نلعب؟ انتي خدي الاحمر وانا هاخد الازرق. يلا انا هبدأ. ايه اللعبة التحفة دي؟ ماشي، هحط الأحمر هنا. شكلك عايزة توقعيني. طيب وانا هنا. مش هخليكي تكسبيني أبدا، هحطها هنا. عادي عادي، هكسبك انا هنا. هنشوف. قلتلك مش هتعرفي تكسبيني. يا ربي حطين. طيب كسبتك بجد كنت قربت اكسب. الجزء السابع من 100 فكرة بصلصال الفوم. عشان نعمل اللعبة الحلوة دي محتاجين نختار الألوان اللي بنحبها. أنا اخترت الأصفر، حسيته فاقع كده ومناسب. ملحوظة صغيرة، لو لقيتوا الصلصال بيلزق قوي كده سيبوه شوية ينشف في الهواء لغاية ما يبقى متماسك أكتر. تنشف شوية ورجعت اشتغل بيها. هناخد حتة صغيرة ونبطط عليها كده بس بسكتش او حاجة عشان خاطر يبقى كل الاماكن متساوية. وبالمسطرة او السكينة هبتدي اسويهم من كل الجوانب واخليها على شكل مربع عشان اعرف العب بيها. ودلوقتي هنحتاج نقسم اللعبة، فبالتالي هعمل لها خط طويل. هبتدي اقسمها شبه لعبة اكس او بالظبط. واخيرا خلصنا. لا ما خلصناش عشان شكلها وحش قوي، فهنعمل لها زي اطار كده، ولكن بعد ما نعمل الكور. اخدت لونين مختلفين برضو، اخترت الازرق والاحمر حسيتهم لايقين قوي مع اللون الاصفر. وهعمل حوالي 5 كور باللون الاحمر و5 كور باللون الازرق. ودلوقتي هعمل الاطار اللي قلت عليه عشان اخلي اللعبة شكلها احلى. هتشيلوا الزيادات وبس كده اللعبة بقت جاهزة. الجزء الثامن من 100 فكرة بصلصال الفوم.
الفكرة دي حرفيا خطيرة، هتعجبكم جدا جدا جدا، وهي اننا هنزين الشاحن بشخصية انتوا كلكم بتحبوها، وحاولوا تخمنوا ايه الشخصية الكرتونية دي. خدت حتة من الفوم الأصفر وبدأت ألفها كلها على الشاحن من فوق. أظن كده هتبدأوا تعرفوا ايه ده. هنبدأ ننقط كده بالأداة اللي كانت جاية مع الصوصات. بقى عامل زي الجبنة التركي، أو احنا بنقول عليها كده في اسكندرية. قولولي صح، بتقولوا عليها ايه؟ جبنة تركي ولا جبنة رومي ولا حاجة مختلفة عنهم هما الاتنين؟ ابتدي اعمل دايرة بيضة في دايرة. يا مسهل. بدون كلام كتير هسيبكم تتفرجوا على باقي الملامح. 24. بسيط. ماذا؟ تذكرت شيئا مضحكا أكثر. أخبرني ما هو. 25. وبصوا صال البني هعمل الرجل بتاعته. وده بقى شكله في النهاية. حرفيا عايزة اكله، بجد مشوفتش الطف من كده. انا كنت ناوية ان انا بس احطه للتصوير، ولكن قررت اسيبه. الجزء التاسع من 100 فكرة بصلصال الفوم. جربت اعمل اللعبة المشهورة اللي هي لابوبو، وطلعت تحفة ومرعبة برضو. حاولت اعمل الوان مختلفة شوية، جبت البينك الفاتح على البينك الغامق وحاولت مدمجهمش قوي. وارفع قلم جاف عندكم عشان خاطر لما نحط عليه الفوم ما يبقاش تخين قوي. دلوقتي هبتدي احط الفوم على القلم كله. وهنجيب الكتاب اللي عمالة اشتغل عليه من الصبح، اللي هو اصلا بتاع صاحبتي علا، يا رب ما تشوفش الفيديو ده. هبتدي اساوي القلم من كل الجهات. لما اسويها هلاقي ان القلم بدأ العجينة تطلع من فوق ومن تحت، هبتدي اظبطهم واشيل اي زيادة. وبنفس العجينة هبتدي اعمل كورة واللي هي هتكون الراس. الوش هنا بيكون بلون مختلف، وعشان كده هعمل له فتحة صغيرة كده بايدي، وبعد كده هبتدي ادخل الكورة اللي هي بلون البشرة بالظبط. عشان الزق الراس على القلم كده تقع، فعشان كده هحط في النص خشبة، بالخشبة دي هتمسك الراس في القلم نفسه. عملت كده العجينة شبه صوابع الكفتة، عملت منهم 4 ودول هيكونوا الايد والرجل. بحس ان الفيديو اوقات بيكون ممل شوية عشان مفيهوش اغاني بتفرق قوي 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 في الفيديو، والمؤثرات الصوتية والحاجات دي، فانا مش بحب احطها عشان الصراحة حرام. فقولولي برضو رأيكم لو انتوا شايفين حاجات ممكن نضيفها للفيديو بحيث ان انتوا تكونوا مستمتعين اكتر من كده. صلصال الفوم بيلزق لوحده، ولكن لو حسيت انه مش بيلزق ممكن تستخدموا غيره ابيض عادي او اي نوع لزق. وبلون مختلف عملت العيون، عملت كورتين بني وفوقيهم كورتين حتى الان هو كيوت قوي. خلينا نحط اللمسات الشريرة. عملت البق كده باللون الاسود والسنان، وهي دي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي بتخليه باين شرير قوي، فتحس ان هو كيوت وفي نفس الوقت شرير. دلوقتي ناقص الحاجة الأخيرة وهي الودن. ثانية بقى عشان هلاقي حد بيقولي هيكون في الكتابة صعبة جدا، لكن يا جماعة ده مش صعب في الكتابة، ولكن هو ممكن يكون بيبوظ بسرعة لأنه في الآخر وفي الأول صلصال. غير كده هو سهل جدا في الكتابة ومريح ولذيذ وشكله حلو وكل حاجة. يؤسفني اقول ان الجزء العاشر حصل فيه مشكلة تقنية واتمسح، ولحسن الحظ ان فيه صور هحاول اشرح الفكرة بشكل مختصر وان شاء الله تعجبكم. كان عندي طوق للشعر قديم قوي، عملت له اعادة تدوير ولفيت عليه شريط ستان وعملت له فيونكات زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين لزقت عليه ورد ونفس طريقة الورد اللي انا عملتها في اول الفيديو على الجراب، وده شكلها في اللبس بجد خطير. لو حد وصل لغاية هنا يكتب كلمة صراصير تحت عشان انتوا هتبقوا ناس مميزة جدا بالنسبة لي، وبشكركم جدا عشان كملتوا الفيديو للاخر، ولان دي حاجة نادرا فعلا ما حد بيعملها بسبب السوشيال ميديا، وان احنا مش بنستحمل ابدا الفيديوهات الطويلة. وكأن معكم ندودة، سلام.